ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبحشوة مميزة. هنجمع ما بين الجلاش والكنافة في صينية واحدة، والنتيجة في الاخر هتبهركم. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض وصفتنا ونشوف ازاي هنعمل الجلاش مورق بالشكل ده، وازاي هيطلع معانا طري من جوه وهش من بره، وايه الطريقة الصحيحة في التسوية بتاعته اللي هتخليه يطلع معانا في الاخر النتيجة اللي احنا شايفينها دي. اول حاجة طبعا هنبدأ بيها هو الشربات. انا عملت الشربات بس ما صورتوش طبعا عشان ما اطولش الفيديو عليكم. هو عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية. المضغ اللي بنعاير بيه هو واحد، اللي هنعاير بيه السكر هنعاير بيه المية. هجيبهم بقى طبعا في حلة، واحطهم، وهضيف عليهم عصرة ليمونة صغيرة، وهرفعهم على نار عالية. اول ما يغلي معايا ههدي النار عليه واسيبه حوالي 3 دقايق، واحط الفانيليا عليه واطفي عليه واسيبه بقى يبرد. معايا 300 جرام من الكنافة متفرزة، هقطعها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا مش عايزاها ناعمة، انا عايزاها مقطعة خشنة شوية. هي بتتقطع معايا بكل سهولة عشان احنا مفرزينها. دي اسرع طريقة عشان تقطعي بيها الكنافة، فرزيها قبلها. هخلص الكمية كلها بالشكل ده لحد ما توصل معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هجيب معايا بقى طاسة على النار، هحط فيها معلقتين من السمنة. اول ما السمنة هتسيح معايا بالشكل ده، هنزل بالكنافة بتاعتي. هدي النار، طبعا لازم النار تكون هادية وسط، ما تكونش عالية قوي عشان ما تحرقش الكنافة بتاعتي. وهنفضل بقى ايدينا فيها نقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي بالشكل ده. هي كده معايا خدت اللون الذهبي الحلو، هندفع عليها. هطفي عليها بقى النار، وهجيب بولة احطها فيها. عشان الطاسة بتاعتي هتكون سخنة طبعا، ممكن تغير لي لونها شوية، انا عايزاها بنفس اللون ده. وهضيف عليها نص كوباية من الشربات اللي احنا عاملينه بعد ما برد طبعا.